صباح الخير حباباتي، كي راكم دايرين الزينات، كي راكم خواتاتي؟ ان شاء الله كاع تكونوا كاع تكونوا بخير. شكرا لكم كاع حباباتي على لي جيم، على لي كومونتير الحلوين، على الدعم تاعكم، ربي يخليكم حباباتي. ولا كنت اول مره تشوفي قناتي نقول لك حبيبتي اشتركي، وحباباتي ما تنسوليش هذيك الجيم باش لا فيديو يطلع والقناه تطلع خواتاتي وتطلع بيكم نتوما ان شاء الله يا ربي. جاتكم الشيرات اليوم بروتين متنوع كما العاده، اكيد فيه وصفه في الشباب في البنين. واليوم جيت نعطيكم واحد الحاجات. شوفي اختي، الا كان عندك العجز، عندك التفنين، ما تقديش تنوضي صباح، ما تقديش تخدمي شغالاتك، نقول لك هاد لا فيديو غير ما تراطيهاش، باسكو غادي تسمعي فيها هضره شابه بزاف، غادي من اليوم تتشجعي وتتحفزي تولي تنوضي بكل سهوله وتخدمي شغالاتك. كي نقول لك باللي حاجه بارفي ويولي كل شيء انتاكت. صدقيني الفيديو تاع اليوم راح تستفادي منه بزاف، باسكو غادي نعطيك واحد الحاجات أنا احتملتهم ملي درت دار ووليدات. احتملتهم والحمد لله راهم خارجين عليا، مالغري عندي 4 وليدات ما شاء الله عليهم، مي قايمتهم وقايمة داري وقايمة روحي بهاد الحاجات اللي غادي نقولهم لكم. غادي تكون كل حاجة في بلاصتها وانتي تكوني آليز وما تكونيش مستريسيا، باسكو كي حطيت لكم هاد الفيديوهات بزاف اخوات عجبوهم وقالوا لي كثري لنا من هذا الكلام اللي يفيدنا كيما هكا. دونك اختي غير ما تعطيش لا فيديو، وبيان سور حبيبتي ما تنسيليش هذيك الجيم، ديري البصمه تاعك باش لا فيديو يطلع لي اخواتاتي. نبداو الشير بسم الله في هذه الوصفه. شوفوا، في الشباب في البنين كان يقولها صبر الرشراش كل واحد وكي يسميها اخواتاتي. شوفوا المقادير راهم باينين الشيرات. مقادير الشيرات مضبوطه: 2 حبات بيض، كاس سكر، نص كاس تاع زيت، مع مغرف صغيره تاع لافاني، مع مغرف صغيره تاع قشور البرتقال ولا اللي عندك. تخلطوهم غاية الشيرات مع مغرف تاع مايزينا. والشيرات هنايا المقطع راح لي. درت مغرفة كبيرة تاع لحظة غبرة. اللي ما عندهاش لحظة تقد دير 3 مغارف كبار تاع حليب عادي. انا هنا الشيرات كنت حاسبة روحي راني نصور، مي كي درت المغرف تاع اللحظة ما صورتهاش، دونك غير سامحوا لي. المهم راني قلتها لكم، سوا ديروا مغرف كبيرة تاع لحظة، ولا اللي ما عندهاش لحظة درت مغارف كبار تاع حليب. خلطوا غاية الشيرات بالفوي تا داك السكر قاع يتجانس غاية ويتخلط غاية. ومن بعد الشيرات غادي نضيفو الفرينة بالتدريج. فرينة حاولي تدي معاكم 3 كيسان ونص حتى ربع كيسان. من بعد كاين الشيرات خدموا بيديكم باش تعرفوا القوام تاع العجينه. زيدوا ضيفوا لها 2 كيس خميره كيميائيه، تشكلوا عجينه طريه تكون نوعا ما تتلصق شويه في اليد. من بعد الشيرات جيبوا البلاط تاعكم. لا كان يلصق دهنيه بشويه زيت، لا كان ما يلصقش يعني عادي ما عادش يلصق، باسكو ديجا العجينه راه فيها الزيت. قلعي غير كميه من هذه العجينه وديريها في المجمد. في هذا لو طون تيوجدي البلاط تاعك وحلي العجينه تاعك في البلا على حساب البلا اللي غادي ديريه. من بعد جيبي كافو، تقبيها بالشيرات. راني نقول لكم الهضره راهي سابقه باش نروحوا للموضوع اللي غادي نهضروا عليه. تقبيها من بعد جيبي لي الكونفيتير. انا شيرت نبغيها بزاف تاع المشماش. ابخي كل وحده تبغي دير تفاح ولا خوخ ولا اي حاجه عندك، ولا فرامبواز ولا اللي عندك ديريها. بالنسبة تاني زدت الشيرات كإضافة، أنا درت شوكولا فيرميسيل. يعني هذه اختيار، تقدري ديري تقدري ما ديريهاش، تقدري ديري بيبي شوكولا، تقدري ديري. هي الوصفة الأصلية الشيرات فيها غير لا كونفيتير. من بعد جيبي ديك العجينة اللي درتيها في المجمد في الكونجيلاتور، وجيبي لاراب وربيها فوق هذاك الخليط تاعك اللي درتيه تاع العجينة وتاع الكونفيتير. وهكا الكاطو تاعك يكون واجد. دخليه يطيب، كي يطيب من تحت ويطيب من الفوق خرجيه هو عادك حامي. غبريه بالسكر كلاصي وتجي خفيفه وهشيشه وواحد البنه. هذيك الحموضيه تاع الكونفيتير مع ديك شوكولا فيرميسيل تعطيها بنه شابه بزاف. جربوها خواتاتي. على بالي هاد الوصفه كان اللي يديرها ب4 حبات بيض، مي انا توجور الوصفات تاع 4 بيض 6 بيض شيرات ما نديرهمش. نبغي وصفات تاع 2 بيض، حبة بيض ماكسيموم 2 حبات بيض، فوق 2 حبات بيض شيات ما نزيدش. وصفة اقتصادية مقادير مضبوطة، وجربوها خواتاتي وعلى بالي غادي تعجبكم. ودوك تشوفوا البلا تاعها بلا كبير يعني بحجم عائلي، يعني تكفي وتوفي. ميم سي إلا كنتِ خارجة تقدري تديها في يدك تكوني رايحة لداركم هاكا في لي فاكونس ولا، يعني راهي كمية كبيرة وما تشدلكش اليد، تتخلط على ضربة وتندار. ماشي داك الكاطو اللي ينطبع ويقعد يتزوق يعني يدي معاك وقت كبير. هذه للناس اللي تبغي غير تليكيدي ولا عندها تربية ما تبغيش ديرونجي روحها. دونك هذه الوصفة توقفي
غير شوية ماشي بزاف وتعطيك كمية ما شاء الله. ونروحو شيرات نهضرو الموضوع تاع اليوم. كيما كنت قلت لكم خواتاتي، بزاف اخوات عندهم عجز، عندهم التفنيين، الصباح ما تقدش تنوض. نقول لك لا كنتي من هذا النوع اللي الصباح ما يقدوش ينوضوا، تنوض شغل عيانة، ما تقدش تقوم ولادها، ما تقدش تقوم دارها. اعتمدي يا اختي الروتين المسائي ولا الروتين الليلي. في الليل اختي كيما انا هنا الشيرات ما كانش عندي الصباح باش يتقهووا، من داك دي فوا الشيرات نوض الصباح نسبقهم، نوض دي فوا ال5 دي فوا ال6 سا ديبون على حساب ما نفطن وعلى حساب ما نكون غادي ندير حاجة. كيما الشيرات هاد الأيامات راه البرد بزاف، الشيرات خواتاتي ما نكذبش عليكم، تالمو البرد بزاف عرفت روحي بلي ما غاديش نقد نبكر أكتر من ال6. أنا الشيرات نوض على ال6 ومع هذا الكاطو تسمى باش يبرد ياكلوه بارد وكلشي، تسمى لي قوم نوض على 5. ألوغ الشيرات أنا درته مع العشية. مع العشية كانت هاكا ال7، كانت لا ما كانش لحق ال7، كانت 6 وربع 6 ونص. دونك درته وجدته خليته برد ودرته في لابواط، والصباح نحطه لوليداتي يتقهووا به. تما توجور الشيرات خدموا عند البكري، ما تقديش تنوضي خدمي صوالحك في العشية ولا في الليل باش الصباح يكون واجد. كيما انا هنا وجدته الصباح غير نجبد ونحط، ما نوض بكري ما نعيي روحي ونضل نطيب ونضرب باش كان الصباح كي تنوض كشغل تحس بها راهي مدبزه مع روحها، تنوض كاع مخسرة. دونك إلا كنتِ من هادو الناس أخدمي صوالحك في الحشية ولا في الليل. تاني كيف باغ إكزومبل عندك الحليب الصباح باش طيبيه لوليداتك، مادابيك جبتيه في الليل من الكونجيلاتور باش ما يجي الصباح يكون داك الحليب ديكونجيلا، والصباح كي تبغي ديريه في الكاسرول باش طيبيه لوليداتك تلقيه دايب وتلقيه واجد، ماشي تقعدي عاداك تلاخري فيه باش يدوب لك وتقعدي. الحاجة الزوجة تاني الشيرات. الحاجة الثالثة، اللي عندها وليداتها كبار أوكي يلبسوا وحدهم، واللي عندها وليداتها صغار مادابيك وجدي له في الليل شا غادي يلبس، سواء تلبسيه في الليل ولا توجدي له قشاه في الليل باش الصباح غير ينوض وتلبسيه ولا يكون واجد. يعني ديري له غير لافيست تاعه والبوني تاعه ولا الحاجات اللي ديرهم له مع الصباح. حاجة واحدة أخرى تاني الشيرات، تكوني ديجا في الليل ولا في الحشية مخمة في الكوتي اللي غادي يدوه وليداتك الصابرة للكوليج. دونك سوا تكوني انت مطيباتها لهم ولا تكوني ديجا شاريتها لهم الصباح كي تنوضي غير ديري لهم هذيك القرعة تاع الماء وتعمرهم هذوك لي باس تاعهم ويدو الكوتي تاعهم هكا. ما تقعديش مستريسيا ولازم تخرجي وتشري لهم وتضيعي وقت. والنصيحة المهمة أختي، أهم حاجة لازم تنوضي نتيا قبل كاع صحاب الدار، قبل زوجك وقبل وليداتك، لازم نتي تكوني الأولى، تكوني بخيت وتكوني واجدة وتنوضي قدامهم باش هاكا قهوة تكون واجدة، الحليب يكون واجد، هذيك الطابلة واجدة، قشهم مفروز، يعني كل حاجة باينة. وحاجة واحدة أخرى مهمة، أهم حاجة كي يروحو وليداتك للكوليج يقرو والزوج يخدم ما توليش ترقدي، باسكو إلا وليتي ترقدي غادي تنوضي بوحدة نفسية عيانة فشلانة مديقوتية. دونك نقولك أهم حاجة ديريها تما بدي في الأشغال تاعك، أهم حاجة ديريها دخلي لاشومبغ تاعك، حلي الطاقة تاعك، طلعي الريدو، خلي الشومبرا تتهوى، تدخلها السمش يدخلها الهواء، حتى لا ما كانش السمش معليش غير ديك النسمة تاع الهواء وتحسي روحك فطنتي، تعطيك طاقة إيجابية. الريحة تاع لاشومبغ تاعك تتبدل. وأهم حاجة روحي لاشومبغ تاعك للبونك تاعك وبدي تخملي فيه، لا كانت سميشة خرجي فراش تاعك يحمى، سينو غير تما كاينة تسقدي هذيك لاوس تاعك ولا كوات وهذوك المخايل تاوعك هكا غادي كي تسقميه حاجة باينة بلي غادي تفطني وما غاديش تعاودي تولي ترقدي مي ان فوا غادي تخلي الريدو هاود، الشومبرا مظلمة وفراشك كيما هكا كيما نوضتي غادي شغل وحده يعيط لك يقول لك عاودي ولي روحي ترقدي. بصح غادي كي تهوي الدار وتدخل هذيك الضوء تاع الشمس ويدخل ديك النسمة تاع الصباح وتخملي بلاصتك، صاي هذيك الحاجة تاع الرقاد غادي تروح لك وغادي تفطني وتحسي روحك بيان وتخدمي كاع شغالاتك بكل طاقة إيجابية وراحة نفسية كبيرة. وكما كنت قلت لكم الشيء في الفيديوهات السابقين، اعتمدوا الروتين اليومي واعتمدوا الروتين اليومي يكون فيه تنظيف سطحي، واعتمدوا الروتين الأسبوعي اللي يكون فيه التنظيف العميق. ستادير روتين يومي تخدمي فيه الحاجات باينين، غسيل المواعين، سياقة خفيف، الطياب. والتنظيف العميق خليه أسبوعي، ديري خطرة في الأسبوع، كل خطرة ديريه نظفي حاجة اعطيها حقها، كما نقولوا على أصلها وأصول، تنظفيها تاع بصح تاع رب وقلب. هاكا تكون دارك مخملة نقية نظيفة وتكوني انتي في ذاتك مرتاحة، يعني تخدمي بآليز ما دير لابريسيون روحك ما تعيي روحك ما والو. ان شاء الله برك هادو النصائح يكونوا فادوكم اخواتاتي كيما شفتوا الوصفة تاع اليوم.
كانت وجدت معانا. شوفوا الشكل تاعها كي جات شابة وتجي بزاف بنينة. أنا شريت بعد ما كملتها، هنا صاي كنت ديجا صاي وجدت الحشا باغا نحط الحشا، رحت جبت الحليب باش هاكا ما يجي الصباح يكون دايب. الماء كما راكم تشوفوا تاع الحشية تاع كنت غسلتهم، هادو القهوة تاع العصر كنت غسلتهم، والسلة من هي تاع الماعين تاع الحشا تاني كيف كنت مسحتهم وبلاصيتهم. باقي لي غير دوك الفناجيل دوك غير تما نبلاصيهم في هذاك السيبور. ورحت تاني هنايا وجدت بون بناتي قشهم واجد، راهم كبار، وحده في الجيم وحده في البريمير يعني يلبسوا وحدهم، وولدي الصغير يقرا في الروضة. هنا وجدت له قشه اللي غادي نلبسه له. دي فوا شيرات نلبسه له في الليل باسكو دي فوا هكا الصباح ينوض نحسان وكل شيء، ودي فوا نلبسه لها مع الصباح. هنا وجدتها له لبسته حتى مع الصباح باسكو دي اليامات يعني صاي والف راه ينوض لي كيما نقولها ينوض لي غايه، ما راهش ينوض نحسان. أنا تاني كيف كيف البوني تاعه، الطابلية تاعه، القاشير، لافيس تاعه، لي غونيت نساهم في الروضة ما جابهمش. الاديداس بيان سور راهي واجدة، راهي في البورتي سور دوك كي ينوض نلبس له ونجبدها له. هاكا اختي تكوني ما تكونيش مستريسية وتكوني اليز وتخدمي دارك ووليداتك بكل حب وبكل طاقة ايجابية. واهم حاجة خواتاتي كي تخدموا حاجة خدموها بقلبكم، خدمي باللي راكي ديري هذيك الحاجة هادو وليداتك باسكو اللي راهم معاك غدوة يكبروا، البنت تكبر تتزوج والولد يكبر يتزوج ويبقوا غير لي سوفونير. خدموا هاد الحاجات بكل حب وبكل طاقة إيجابية. ما تنسونيش حباباتي، خلولي هذيك الجيم اللي تشجعني وتحفزني باش نحط لكم فيديوهات. واهم حاجه مالغي راهم وليداتك والزوج تاعك بصح امام ربي غادي تكسبي فيهم اجر، باسكو راكي تربي، راكي طيبي، راكي تغسلي، راكي واقفه على دارك، راكي واقفه على وليداتك، كل حاجه في بلاصتها وهذا راه اجر عظيم. تهلاو في رواحكم حبيباتي، بسلامه.